أنا محمود وهنبدأ نحل مع بعض الأسئلة اللي على موقع جميلتك في لغة السي. ندخل على موقع جميلتك، ندخل على كورسز سي بروجرامينج، وهنا أنا مكبر الشاشة شوية، ده حجمها الطبيعي. نروح عند listen to field variables، هنحل السؤال رقم 1. السؤال رقم 1 بيقول ايه؟ برنامج يسجل رقم في متغير ويطبعه. تمام، احنا اتعودنا ان احنا بنحل الأسئلة على موقع ريبل اي تي، فاحنا نروح لجوجل ونكتب ريبل اي تي. في اغلب الاسئله اللي احنا هنحلها هتكون على موقع ريبل اي تي، فبدل ما كل مره بندخل نعمل كريت ريبل، كل مره بنعمل ريبل فممكن ناخد وقت اطول، احنا ممكن المره دي نعمل كريت ريبل ويكون هو ده اللي هنحل عليه كل الاسئله اللي جايه. لان انت بمجرد ما انت عملت سؤال لوحدك واتمرنت عليه اكتر من مره، انت كده ايدك بتبدأ تتعود على الأسئلة من غير ما تكون حافظها. انت كده فاهم طريقة الكتابة، فاهم الكود ده بيطلع نتيجة ايه، فانت كده مش محتاج تعمل كريت ريبل كل مرة، انت ممكن تكتب السؤال وتمسحه وتكتب السؤال اللي بعديه. فالمرة دي احنا هنعمل ريبل واحدة بس نحل عليها كل الأسئلة ان شاء الله. هنا نختار اللغة اللي هنحل بيها السؤال وهي لغة السي. ممكن نكتب ريبل دي اللي هنحل عليها كل الأسئلة، نكتب جمال A and Q. طبعا الاسم ده مش ثابت يعني متغير، تسمي الاسم اللي انت حابه. نعمل create label. هنمسح الكود بتاع هلو وورد، انت خلاص المفروض كده عديت مرحلة الهلو وورد. المفروض يعني لو مكنتش عديت المرحلة دي ممكن ترجع لدرس البرنت اف او اسئلة البرنت اف اللي على الموقع وتبدأ تشرح تشوف الشرح من الاول عشان متبقاش فيها فايتك. السؤال عندنا ممكن نرجع للسؤال تاني، وممكن نجيبه ننسخه نخليه معانا عشان مننساهوش. برنامج يسجل رقم في متغير ويطبعه. احنا عشان نعرف المتغير ده بيكون من انواع مختلفة كتير، هناخدها قدام ان شاء الله. بس حاليا احنا عايزين نعرف متغير يكون جواه رقم، والرقم ده احنا عايزين نطبعه على الشاشة. تمام، هنبدأ نستخدم المتغير ده ازاي؟ هنكتب انت ده كده متغير من نوع انتجر. بعد كده بنسمي المتغير ده، هنسميه نمبر. كده هنقول النمبر ده بيساوي كام، هنساويه برقم 23. كده احنا عملنا انتجر، متغير من نوع انتجر، المتغير ده اسمه نمبر بيساوي 23. يعني الانتجر ده القيمة اللي جواه 23. عايزين نطبع بقى الرقم 23 على الشاشة. احنا عارفين ان الرقم عشان نطبع حاجة على الشاشة بنستخدم امر اسمه برنت اف في لغة السي. بس طريقة الطباعة في الأول لما كنا بنكتب النص نفسه جوه كود برنت اف هتختلف لما نحتاج نطبع قيمة جوه متغير. نكتبها ازاي بقى؟ هنبدأ نكتب أمر printf عادي،
printf، نفتح القوسين عادي خالص ونكتب الدبل كونديشن. ده كده امر printf عادي خالص ومفيهوش اي تغيير. ايه التغيير بقى اللي احنا هنعمله المرة دي؟ ان احنا عشان نطبع قيمة جوه متغير بنستخدم حاجتين جوه الprintf. اول حاجة بنعرف القيمة دي عبارة عن رقم عادي ولا رقم متكون من خانتين اللي هو 2.2 اللي هو رقم عشري جنب الرقم الأساسي. فاحنا المرة دي هنعوز نعرف رقم واحد فقط مش رقم عشري. فهنكتب ايه؟ هنكتب برسنتج دي. برسنتج دي اللي هي شيفت ورقم 5 في لوحة المفاتيح اللي هي الأرقام اللي من فوق مش اللي على اليمين، ونكتب حرف الدي عادي. حرف الدي ده بيعرفنا ان احنا نكتب رقم عبارة عن الرقم ده انتجر، رقم فقط مش رقم عشري. تاني حاجة بنعرفها جوه البرنت اف وهي هندوس كوما. كوما دي اللي هي حرف الواو في لوحة المفاتيح. طبعا لازم تكون محول اللغة الإنجليزية زي ما انت بتكتب عادي وتدوس على حرف الواو. بعد كده بنبدأ نكتب المتغير اللي احنا عايزين نطبع القيمة اللي جواه. احنا سمينا المتغير ده فوق هنا اللي هو اسمه نمبر. هنكتب نمبر ونكتب طبعا مننساش السيمي كولون. نرجع مرة تاني للكود ونشرحه. احنا عملنا متغير من نوع انتجر، المتغير ده اسمه نمبر. الثابت عندنا هنا نوع المتغير انتجر ده ثابت، انت كده بتعرف متغير. انما اسم المتغير ده اللي هو مختلف طبعا مش ثابت، ممكن يختلف من برنامج للتاني او من شخص للتاني. احنا ممكن نكتبه هنا اصلا ان عادي، ممكن نكتبه في، بس انا هكتبه نمبر. انا رجعت الخطوات دي من كنترول وحرف الزد في لوحة المفاتيح. انا هنا سميته نمبر، وهنا احنا قلنا النمبر ده بيساوي رقم 23. احنا كده كأننا بنقول للبرنامج ان احنا عملنا متغير القيمة اللي جواه 23. عايزين نطبع بقى الرقم 23 ده على الشاشة، نستخدم امر printf. printf دي اختلفت فقط في طريقة طباعة الرقم، انما هي نفس الكود. احنا عملنا الدبل كوديشن، وبدل ما نكتب جواها النص اللي هنطبعه على الشاشة احنا كتبنا برسنتج دي. برسنتج دي بتعبر عن الرقم اللي هيطبع. الرقم ده عبارة عن رقم عادي مش رقم عشري. رقم العشر اللي هو لو هنكتب مثلا هنا 2.3 ده رقم فلوت مش رقم انتجر. لا احنا عايزين نطبع رقم الانتجر بقى، احنا هيكون رقم 2 بس. ندي مثال للرقم اللي احنا كاتبينه رقم 23. 23 ده رقم كده هو رقم انتجر مش رقم عشري. 23.3 او 0.9 ايا كان، ده كده مش رقم انتجر. حتى لو انا كاتب الرقم ده هنا في الانتجر مثلا كتبت 23.3، هو مش هيطبع التلاتة، هيطبع 23 فقط. هنجرب ده ونشوف مع بعض. هو هنا عمل ايرور اهو، حاطط خط اصفر بيقول ان الرقم اللي انت كاتبه ده انتجر مش دبل. احنا ممكن نمسح دي ونجرب على المرتين، نجرب الكود نشوف هيطبع رقم 23 ولا لا. فعلا طبع 23. طبعا السهم ده لازق في الرقم علشان احنا نسينا نكتب هنا باك سلاش ان اللي هي بتنزل سطر بعد ما تنفذ الكود. نجرب تاني، نزل تحت فعلا.
نجرب بقى لو كتبنا احنا هنا 23.5 هو هيطبع ال5 ولا لأ. هو هنا عامل ايرور بخط أصفر، الخط الأصفر ده يعني هو الكود صح بس مش 100% صح، هو فيه مشكلة. ممكن نجرب الكود تاني ونشوف هيطبع رقم كام. طبع برضو 23. ليه؟ لأن أنا معرف المتغير ده من نوع انتجر، والانتجر ما بيقبلش رقم عشري أو رقم بعد علامة الكوما. ده كود نمسح الدوت بوينت 5. جرب تاني، طبعا 23. ده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف ممكن تسيبه في الكومنت.